مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى جاية لكم فيديو جديد. ازاي تنسقي أو تنظمي التويلت بتاعك في شقق الإسكان الاجتماعي بطريقة كويسة. في ناس بقى بتكسر وفي ناس ما بتكسرش وكده، فجاية لكم بأفكار كده للتويلتات بتاع شقق الإسكان الاجتماعي. ده يا جماعة بتاع شقق اللي هي 1185 ودهشور، اللي هي أصغر من شققنا. بيكون التويلت والمطبخ بتاعهم صغيرين جدا، وبتكون البلكونة بتاعتهم في المطبخ. مش زي كده الشقق بتاعتنا. ان شاء الله ابقى اعرض لكم برضو الشقق دي، ان شاء الله تاخدوا منها افكار. هنا صاحب التويلت ده مغير فيه برضو، مغير في السيراميك ومركب بانيو كده، بس حجمه صغير طبعا عشان التويلت ده اصغر من بتاعنا، مساحته طبعا اصغر. فهنا هو بيورينا ان هو مغير كده في السيراميك، وعامل كده فواطة وعامل حاجات، لكن الباب هو بتاع الإسكان، مغيرش فيه حاجة. وعامل كده حوض بوحدة كده تحتيه صغيرة، حوض كده صغير لأن التويلت مساحته مش كبيرة، وحاطط جنبه بانيو صغير. البانيو ده تقريبا بيكون 1.20 متر أو 1.10 متر، حاجة زي كده. وده برضو تويلت تاني برضو نفس المساحة. هنا برضو صاحبه مغير فيه بالكامل، عامل بانيو وعامل حوض كده اللي هو بيتركب عليه رخامة كده، فشكله جميل وتحفة. أنا مجرد بديكم أفكار كده لفرش شقق الإسكان الاجتماعي أو توضيب، أو إزاي مثلا بتوضبي التويلت بتاعك، أو من غير تكلفة أو تكسير، أو من غير. في ناس بقى بتكلف وبتكسر. هنا ده واحد تاني برضو مركب بانيو، ومركب برضو دش جديد، وشكله كده جميل برضو وتحفة، مغير في التويلت برضو، فمدي معاه مساحة برضو ايه كويسة. كل واحد بقى يا جماعة بيفرش حسب ذوقه وحسب برضو إمكانياته. أنا مجرد بديكوا كده أفكار. هنا برضو ده تويلت تاني من التويلتات اللي هي برضو المساحات اللي هي الصغيرة، غير بتاعة الشقق بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. انا مجرد بديكوا افكار، وباذن الله حاول انزل لكم الشقق دي عشان ايه الناس اللي ساكنه برضو او اللي هتسكن فيها تاخد افكار. انا مجرد بديكوا بس فكرة للتشطيب والتنسيق. دي بقى التويليتات اللي هي زي بتاعتنا المساحة الاكبر. هنا صاحبتها برضو مغيرة في السيراميك وفي الحوض وفي القعدة، وعاملة بانيو برضو كبير. هنا كده بتورينا البانيو ده يا جماعة مساحته 1.50 متر. الحيطة دي تقريبا بتبقى 1.60 متر. فاحنا بنحط فيها بانيو 1.50 متر، وبنعمل كده حتة زي عتبة نحط عليها الشاور والشامبو والحاجات كده زي ما احنا شايفين. هنا بتورينا ان هي مغيرة في التويلت بالكامل، وحاطة فيه كده ايه، غيرت برضو في السباكة وفي كل حاجة. وعاملة كده برضو خلاطات ودش كده جديد برضو، غير الايه التسليمات اللي احنا بنستلمها في شقق الاسكان الاجتماعي. يعني انا في الحمام بتاعي انا غيرت بس البانيو وغيرت الخلاطات والكلام ده كله، لكن الحاجات موجودة زي ما هي. الطقم اللي انا استلمت بيه في الاسكان الاجتماعي. انا مجرد يا جماعة بديكوا افكار بس للفرش بتاع شقق الاسكان الاجتماعي، ان انت ازاي مثلا تقدري. في ناس ما بيبقاش معاها إمكانية إن هي تكسر أو تعمل، فبتعمل على قد إمكانياتها أو على قد ظروفها. أنا مجرد بديكوا أفكار إن انتوا كل واحد بياخد بقى الفكرة اللي هي تتناسب مع ظروفه ومع إمكانياته. أنا مجرد بديكوا بس كده أفكار. هي برضو مغيرتش في الشباك بتاع الإسكان، الشباك زي ما هو. هي بتورينا برضو من وجهة تانية الحاجات اللي هي عاملاها، وعاملة ألوان كده متناسقة مع بعضيها وشكلها جميل. وعامله لكم بقى، كملوا الفيديو معايا للاخر. في بقى تويلت كده شكله جميل جدا، ده بقى مخليه لكم كده بونبونايه في الاخر هتتفرجوا عليه. شكله جميل بصراحه يا جماعه، وصاحبه عامل فيه شغل عالي جدا جدا. هنا هي بتورينا كده ان هي ايه مغيرتش برضو الباب بتاع الاسكان زي ما هو كده يا جماعه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ده بقى المفاجأة بتاعتنا اللي في اخر الفيديو. هنا بصوا مغير تغيير كامل وجذري في التويلت، وعامل حاجات شكلها كده جميل وتحفة زي ما انتوا شايفين، وحاطط الغسالة الاوتوماتيك، ومغير مكان بقى الحاجات، وعامل وحدة كده فوق الغسالة. وعاملين شغل عالي جدا وجميل جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. عاملين بقى حاجات انت تشوفي التويلت ده ما تقوليش انه في الاسكان الاجتماعي خالص. وحاطط فيه السخان، وحاطط كده زي غسالة كده او سبت صغير جنب التويلت. وحاطط كده عامل بصوا حاجات كده جميلة. وعامل
البانيو اللي هو بيجي كده بزاوية، غير البانيو اللي هو اللي بيبقى مستطيل ده، لكن ده كده بزاوية، ومغير كل حاجة ومكسر، وعامل جبسن بورد في السقف، وعامل إضاءات حلوة قوي قوي. صاحب التويلت ده عامل فيه شغل ومكسر بقى ومكلف، وعامل شفاط كده في الشباك. ده شباك الإسكان تقريبا مغيرش الشباك، هو عامل فيه شفاط كده. أتمنى بقى تشتركوا في القناة، وما تنسوش بقى اللايك الجامد. بحبكم جدا يا أجمل متابعين في الدنيا.